مصر قومي وارفعي فاسك يا مصر، ده النيل في أرضك واحنا حراسك يا مصر. ادعوا لمصر ادعوا لمصر ادعوا لمصر الله يحميها، ادعوا لمصر ولا يوم فتنة تأثر فيها، ادعوا لمصر ادعوا لمصر الله يحميها، ادعوا لمصر ولا يوم فتنة تأثر فيها، ادعوا لمصر وتعيش مصر أمان وسلام، عزم ولادها اللي يقويها، ادعوا لمصر ادعوا لمصر ادعوا لمصر الله يحرسها، ادعوا لمصر ويكون حكم العدل أساسها، ادعوا لمصر ادعوا لمصر الله يحرسها، ادعوا لمصر ويكون حكم العدل أساسها، ادعوا لمصر وتزيد نعم المولى عليها، حبها دايما يجمع ناسها، ادعوا لمصر ادعوا لمصر ادعوا لمصر بعهد جديد، ادعوا لمصر ويكون كل الشعب سعيد، ادعوا لمصر ادعوا لمصر بعهد جديد، ادعوا لمصر ويكون كل الشعب سعيد، ادعوا صاحب الحق ياخد حقه، أمرنا شورى وعدل رشيد، ادعوا لمصر ادعوا لمصر ادعوا لمصر الله يحميها، ادعوا لمصر ولا يوم فتنة تأثر فيها، ادعوا لمصر ادعوا لمصر الله يحميها. قناة الحافظ صخرة تتحطم عليها شبهات الحاقدين، قناة الحافظ سيف الحق في وجه المنافقين، قناة الحافظ عين تحرس القرآن وسنة الصادق الأمين، قناة الحافظ لسان الحق. قناة الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية في ثوبه الجديد www.الحافظ.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الإنترنت، تختصر الزمان والمكان. الحافظ.tv، رؤية عصرية للقنوات الإسلامية. حصاد الأسبوع، أخبار وأنباء. حصاد الأسبوع، تحليلات وآراء. أهم القضايا المثارة على الساحة المصرية نحصدها لكم في حلقة أسبوعية في برنامج حصاد الأسبوع، مع الكاتب الصحفي الأستاذ هاني صلاح الدين، مدير تحرير موقع اليوم السابع. حصاد الأسبوع، الجمعة من كل أسبوع في 9 مساء. الحافظ، قرآن وسنة. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الحافظ في كل مكان. برحب بكم هاني عبد الرحيم وحلقه جديده وبرنامج ابيض واسود. موضوعنا النهارده بلون برنامجنا ما يقبلش الاسم على اتنين، يعني الابيض الاسود. ما فيهوش لون رمادي، لازم تكون واضح وفاهم ومركز كويس جدا.
الموضوع النهارده بيتناول قضيه لطالما شغلت الراي العام على كل المستويات دلوقتي وقبل كده وبعدين، في كل وقت دايما الموضوع ده بيبقى لغه حوار في المجتمع وبين الشارع المصري بكل اطيافه المختلفه. موضوعنا النهارده موضوع امكانيه العفو الصحي عن مبارك. خلونا نتكلم ان العفو الصحي عن مبارك مهم جدا في برنامجنا النهارده ابيض واسود. انت مع ولا ضد؟ يعني لازم تبقى انت في وجهة نظر متبنيينها، انت مع العفو الصحي عن مبارك ولا ضده تحديدا. وبعد صدور حكم قضائي الايام اللي فاتت بعودة اسم الرئيس السابق حسني مبارك على بعض المنشآت والهيئات او المؤسسات، فطبعا كده بنسأل تاني انت مع ولا ضد قرار قضائي بحجم عودة اسم الرئيس حسني مبارك على المنشآت. كمان النهارده هنعرض كل وجهات النظر. عاوز اقول ان احنا تقبل الرأي والرأي الآخر شيء محترم جدا. الاختلاف في وجهات النظر شيء طبيعي واسلوب راقي جدا لما نتقبله ونتعامل معاه بشكل محترم وهادي، وهي دي دائما وابدا رسالتنا في قناة الحافظ، ان احنا بنعرض كل وجهات النظر وبنتقبلها وبنتناقش وبنعرض كل الامور بحيادية تامة وبنسمع كل الآراء. وعلشان كده برضه عاوزكم تشاركونا النهارده، المداخلات وتليفوناتنا مفتوحة معاكم لعرض كل وجهات النظر في الموضوع ده، لان الرئيس حسني مبارك واسرته ورموز النظام السابق معاه دائما وابدا ما شغل الراي العام قبل الثوره واثناء الثوره وكمان بعد الثوره بعد الحكم عليه وبعد كل الاحداث اللي احنا عايشينها لغايه وقتنا الحالي. بتصوروا موضوع ناري. عاوز طبعا اتفق معاكم انه موضوع بيحتمل ممكن نقول مشاحنات واختلافات ويمكن كمان مصادمات، فاجهزوا معايا النهارده الحلقه بتوقعها قويه جدا. يا رب نقدر نقدم ماده اعلاميه دسمه ونقدر معاكم نعرض كل وجهات النظر بشكل حيادي تماما. معايا ومعاكم النهارده عشان نتناول الموضوع المهم اللي قلت لكم عليه الاستاذ احمد السيد، المؤرخ الصحفي للرئيس مبارك والاعلامي. برحب بحضرتك يا استاذ احمد ومنورنا. اهلا بحضرتك يا استاذ هاني. كمان اعزائي المشاهدين معايا الاستاذ سيد حافظ منسق عام مجلس امناء الثوره. برحب بحضرتك يا استاذ سيد ومنورنا. اهلا بحضرتك. وكمان اعزائي المشاهدين برحب معايا الاستاذ ابراهيم عبد السميع عضو المكتب التنفيذي لمجلس امناء الثوره وعضو لجنتي الحريات وحقوق الانسان بنقابه المحامين. برحب بحضرتك يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اعزائي المشاهدين طبعا شفتوا معايا حتى من ضيوفنا ان احنا جايبين وجهتي النظر، هنتناقش في الموضوع بحياديه تامه. احنا هنا بناكد تاني ولا مع ولا ضد، بس خلونا على طول نعرض الموضوع بحقائق واحصائيات ومعلومات عشان يبان قدام كل الناس ان احنا هنا بنتكلم بوضوح جدا ولا نخشى في الحق لومة لائم ايا كان حجم الكلام اللي هنسمعه وحجم الكلام اللي هنتناقش فيه. هبدأ بحضرتك على طول استاذ احمد علشان نبقى برضو بتاخد مساحتك ووقت حضرتك في الكلام. عاوز ابدا طبعا هقول لحضرتك كده حاجه معايا وهتناقش معاك بسؤال مباشر جدا بعدها. الرئيس مرسي اثناء حملته الانتخابيه قال مبارك لن ينال العفو الصحي حال فوزي بالرئاسه، والسؤال الاهم اللي بيفرض نفسه بعد الاحداث اللي بنقولها وتحديدا بعد الصدور سؤالي تماما دلوقتي. انا هقول السؤال الاهم اللي بيفرض نفسه صدور الحكم القضائي زي ما قلنا الفتره اللي فاتت دي بعوده اسمه على المباني والمنشآت من جديد، ممكن نلجأ بالعفو الصحي عن مبارك في الفتره القادمه؟ انت مع ولا ضد وايه رايك؟ يعني مع او ضد من الناحيه القانونيه ده شق، من ناحيه انا بس اقول على الرئيس مرسي لما قال ان مبارك لن يخرج من السجن. الرئيس مرسي يقول زي ما هو عايز، ده اولا لعده اسباب. في قانون بيحكمه زي ما بيحكمنا، تمام؟ ما هو قال على مليون حاجه وما اتنفذتش. انت فين ال 200 مليار اللي قال عليها؟ معايا حضرتك؟ فين شال النائب العام وما اتشالش؟ فين عوده مجلس الشعب؟ فما ندقش. يعني انت فاهمني؟ هو رئيس جمهوريه ملتزم بلوائح بتحكمه بالتعامل مع هذا الشعب، متفقين على ذلك. اما من ناحيه ان هو لن ينال الافراج، في قانون اللي بيقول الكلام ده. انا معايا قانون عايز نص الماده الصريح، نص الماده الصريح اللي هي 486 من قانون الاجراءات الجنائيه. بيقول ايه؟ بيقول ان في حاله المحبوس صحيا يجب ان يكون للحبس تاثير مباشر على حياته. هذا الرجل في حياته ايا كان حسني مبارك او مواطن عادي ان هو يخرج. دي في الماده 486. وبتشكل لجنه طبيه للوقوف على الحاله الصحيه للطبيب من قبل الطبيب الشرعي اللي بينتدبه النائب العام او المحكمه. طبعا انا بقول الكلام ده انا مش قانوني
احنا هنتكلم من الجهه القانونيه وانا برضه هرصدها مع حضرتك والله طبعا جزئية. لضيوفنا نسمعها. برضه في حاجه ان الراجل ده النهارده عنده 86 سنه، تمام. اتوبيس متحرك من عده امراض. عندنا برضه العفو الصحي استفاد منه الاخوان في اكتر من حاجه. خيرت الشاطر استفاد منه، حسن مالك استفاد منه. مش هنيجي على ما انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد، يعني برضه موضوع الامراض او الحاله الصحيه الرئيس السابق حسني مبارك، خلينا نتفق برضه ان دي موضع جدال جدا، لان حته ان انت فعلا حاطط ايدك على حقائق طبيه للرئيس السابق ان هو فعلا مريض يستاهل العفو ولا لا. نروح لدي بس حاجه ولا تبني. الاول طلعوا شعار جميل جدا كلنا ايدناه وكلنا معاه، عيش حريه عداله اجتماعيه. فين العيش؟ مفيش. فين الحريه؟ قفل جرايد وحبس توفيق عكاشه ومش عارف ايه. دي الحريه. العداله الاجتماعيه زال النهارده الباشا هو الباشا. الثوره قامت من اجل الشرطه، صح ولا غلط؟ مش من اجل مبارك، لان كان نظام شرطي. الثوره قامت من اجل الشرطه، لا زالت الشرطه ما هي. احنا برضو مش بنقول ان احنا نهدم نظام الشرطه، ده جزئيه. ده من الجزئيه اللي هي بتاعه العفو الصحي عن مبارك من الناحيه القانونيه. اما من الناحيه الانسانيه، يا اخي انت ابوك عنده 86 سنه، ايا كان الراجل دون اساء اليك، وكل واحد مش ملاك، كل واحد دي وعليه. حتى لو اساء اليك ابوك، جيتهم جايه تقوم ضرب الناس في اوضه، الناس هتعمل ايه؟ انا هسالك انت وانت اعلامي زميل ورجل من قريه. انا هنا مش عشان اجاوب، انا النهارده جاي اسال بس. انا بسال هنا طبعا يعني طبعا استاذ احمد خليني اقول لحضرتك احنا طبعا بنعرض الامور زي ما اتفقنا بحديه كامله، واحنا هنا ليس منوطين ان احنا نقول ارائنا، وسيادتك زي ما بتقول اعلامي زميل ولك ان تعلم هذه المعلومه. بس هي الفكره ايه؟ ان احنا نفصل ما بين الشق الانساني عن الرئيس مبارك اللي هو بالغ من عمره دلوقتي 85 او 86 عام، وان هو وصل ان هو يتحكم عليه بعد احداث ثوره يناير، وما بين ان انت الجانب القانوني والجنائي والنفسي والمعنوي للشهداء والبلد وي زي ما انت لك راي، هناك جهه اخرى ليها راي، وكل واحد عنده منطق وبيدافع عنه. فانا كنت سالتك سؤال مباشر فيما يتعلق انت كنت من مؤيدين او مع او ضد ثوره يناير، قلت هي هدمت، وهو لفظ الاقوى على الاطلاق بتصوره، وجهه نظر تحترم جدا، لان طبعا احنا هنا زي ما قلنا بنتقبل كل وجهات النظر. وبس بالجزئيه علشان ما حدش برضه يجي يقول ان احنا استفدنا في عهد مبارك. انا راجل من السيده زينب، انت فاهمني؟ انا راجل من السيده زينب، لم امتلك سياره فارهه، لم امتلك قصور، لم امتلك كذا او كذا، عمري ما كان ليا واسطه في حياتي، انما كان مجهودي هو عملي. انما احنا ما نكونش اسقاطيين ونقول البلد ما فيهاش شغل واحنا قاعدين يجي لك الشغل ما بتشتغلش. واتعرض عليا ناس كانوا بيتصلوا بيا عايزين نشتغل، نوفر لهم العمل، هيدوني كام؟ بعد ما تقول لهم هيدوني كام، اصل ده بعيد. مش عايزين نكون اسقاطيين، عايزين مع نفسينا. طبعا يا استاذ احمد ده برضه مش معناه ان اي حد بيتبنى وجهه نظر بيقولها ان هو كان احد المنتفعين او ليه وجهه نظر يتبناها ان الشباب اللي كانوا موجودين اخواتنا طبعا تمام. واخ يخطئ تمام. طيب سمعنا وجهه نظر مبدئيا من الاستاذ احمد، طبعا لازم اروح لضيوفي واسالهم طبعا تعقيبهم على الكلام واسالهم وجهه نظرهم في موضوع الافراج الصحي عن مبارك. بس خلوني طبعا اعزائي المشاهدين تشاركوا معانا في سؤال حلقتنا النهارده في برنامج ابيض واسود، هل انت مع او ضد العفو الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك؟ للتواصل معانا ارسل رساله على رقم 9417 وجاوب معانا هل انت مع او ضد العفو الصحي عن الرئيس السابق مبارك، وكمان في موضوع ان الحكم اللي صدر برجوع اسمه على بعض المنشآت. طيب حضرتك استاذ سيد، وطبعا يعني احنا استاذ احمد، وطبعا بكرر ترحابي بحضرتك ومنورنا في قناه الحافظ. سمعت حضرتك وجهه نظر الاستاذ احمد، انا حابب معاك قبل ما ابدا بسؤالي انت في تعقيب على كلام الاستاذ احمد قبل ما نبدا يعني هو عقب على 3 نقاط. النقطه الاولى الاستاذ احمد اتكلم فيها الحياه الرجل حالته الصحيه او حالته الصحيه متوتره او غير مستقره. تمام. لماذا لم تظهر هذه الحاله الصحيه حينما كان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهوريه؟ مش الحياه خد بسري ورا، نتخيل ان الثوره لم تقوم عندي مرض صحي وأن لا أستطيع أن أقوم
الرئاسية وسوف أتنحى عن الحكم وأترك الحكم وأترك الشعب أن يختار رئيسا جديدا له. لماذا لم يحدث ذلك؟ الحالة الصحية ظهرت للرئيس المخلوع في خلال عامين فقط لا غير. الرئيس المخلوع عنده 86 سنة، يعني كان يتولى حكمه عن 84 سنة. هل الحالة الصحية في خلال 84 سنة؟ ما ظهرتش فيه. النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأستاذ قال أن الثورة قامت من أجل الشرطة ومن أجل إسقاط الشرطة. ومن الذي قام بنظام الشرطة؟ حضرتك قلت بالنص كده الدولة كانت دولة بوليسية. ومن هو صاحب الدولة؟ ومن هو صاحب هذا النظام؟ ألم يكن الرئيس المخلوع هو صاحب النظام البوليسي الذي أنشأه؟ ألم يخرج الناس؟ لو افترضنا أن الناس خرجت للشرطة بس، من الذي جاء بالشرطة؟ من الذي صنع النظام البوليسي؟ ألم يكن حسني مبارك هو قائد النظام؟ يبقى احنا بنتكلم في شيء متناقضين عكس بعضهم. أنا لا أحاسب الشرطة فقط، أنا أحاسب النظام بأكمله. الثورة عندما كانت في ميدان التحرير كانت تقول الشعب يريد إسقاط النظام، ولم يقل الشعب يريد إسقاط الشرطة. أنت حضرتك خدت شعار لم يكن في هذه الثورة لأنك أصلا لم تشارك في هذه الثورة. النقطة الثالثة، الشق الإنساني. اللي بيتكلم عن العاطفة، أنا هتكلم عن الشق الإنساني من منظور احنا بنتكلم في قناة إسلامية، وهعمل مقارنة ما بين فرعون موسى وما بين فرعون هذا الزمان. فرعون موسى كان ممكن هو بيتبع موسى انه كان ممكن يموت، وغيره ربنا جسمه هكذا حصل. يقول ارحل، يعني يطلب كان مهم أن يحدث وكان بالصور هذا كان الحكومة امشي الرئيس المخلوع، فكان القرار في يده، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبقيه حتى يسجن الآن، حتى يكون أيضا هو لمن خلفه آية. دي 3 تعليقات. تمام يا أستاذ سيد. طيب يعني ده خليني برضو أخذ من كلام حضرتك بشكل مباشر جدا والإجابة تبقى واضحة ومختزنة كده. ترى بل أنت على يقين على ضوء كلامك أن الرئيس مبارك ليس بالحالة الصحية اللي تخلينا نفكر ولو مبدئيا، أو الناس اللي بتفكر في موضوع عفو صحي نظرا لحالته الصحية، هذا كذب وغير موجود بالمرة، صح كده؟ نعم. تمام. وكمان حضرتك بتتأكد ان موضوع ان هو مع تشبيهك طبعا من قصة سيدنا موسى والقرآن، ان الرئيس السابق حسني مبارك ربنا جعله آية ان تبقى النبي طبيعي جدا يقروا ربنا ويفضل زي ما هو موجود في محبسه انتقاما من او آية من ربنا اللي هو عمله في البلد سواء قبل الثورة او حتى الشهداء واحداث ثورة يعني. نعم. كده كلام واضح. نعم. انا بس هزود حته صغيره ان هو الشق النفسي او الشق العاطفي اللي بنتكلم عنه. انا القصه دي حكيناها قبل كده، قصه ام احمد، ودي احد السيدات التي كانت في ميدان التحرير. ام احمد لم تنزل الى ميدان التحرير لتكون ثائره فقط، ولكنها نزلت تدافع عن حقها. قصه ام احمد ديت بتقول ست كانت عندها 40 سنه. ام احمد بعد ما تزوجت لم تنجب في خلال اكثر من 10 سنوات، واراد الله سبحانه وتعالى بعد 10 سنوات ان تنجب وان تحمل. وفي الطريق الى المستشفى للولاده توقفت فوق كوبري 6 اكتوبر. الكوبري كان واقف لان سياده الرئيس المخلوع كان موجود في جلسه في مجلس الشعب، وكانت النتيجه ان مات طفلها. هذا هو الجانب العاطفي. هذه احد السيدات، دي الوقائع اللي رصدت، يعني دي وقائع احد السيدات التي كانت في ميدان التحرير تتحدث عن حقها الذي سببها ابسط الامور كلها طفل. هي دي بنتكلم الجانب العاطفي اللي بيتكلم عن الرحمه طبعا احداث كتير فيما يتعلق بالجو النفسي طبعا ده احنا على استعداد ان نكتب فيه كتبا وقصصا وافلاما تتحدث عن ما حدث في المصريين من ظلم في خلال 30 سنه يبكي لها الجبين، واستعداد نحكي قصص
احنا معانا تقارير هنعرضها طبعا تتفرج عليها وتعيط طبعا على الناس اللي حصلت فيها. معانا كمان تقارير مصوره. طب اعزائي المشاهدين برضه انا باكد معاكم للتواصل معانا والاجابه على سؤال حلقتنا النهارده من برنامج ابيض واسود. هل انت مع او ضد الافراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك؟ للتواصل والاجابه على هذا السؤال ارسل SMS وتواصل معانا على 9417 للمشاركه والاجابه على هذا السؤال. استاذ ابراهيم هجي لك طبعا بما ان حضرتك يعني عضو لجنه الحريات وحقوق الانسان من قاده المحامين ومجلس تنفيذي لامناء الثوره بالشكل القانوني مهم جدا، بس خلينا نروح نشوف تقرير وارجع على طول لسيادتك بسؤال مباشر فيما يتعلق بالجزء القانوني في امكانيه. فنشوف التقرير اللي معانا وارجع لحضرتك على طول. طب نطلع نشوف التقرير اعزائي المشاهدين وارجع لكم على طول. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه ابيض. شفتوا معايا التقرير طبعا احداث وفتره زمنيه ولن تنسى. مفيش شك ان هي حدث يقدر كلمه منها. يعني هو ده اللي نلاحظ نتكلم في ردود ان بطل الروايه او بطل القصه وبطل الحدث ما يزال حي يرزق، وبنتناقش النهارده عن امكانيه عنه ام لا. استاذ ابراهيم اروح لسيادتك. طبعا حضرتك عضو المكتب التنفيذي لمجلس امناء الثوره ولجنه الحريات وحقوق الانسان، فطبعا كلمه حقوق الانسان دي كلمه دائما وابدا ما بتحتمل يعني احساسك بقيمه البشر والانسان، فطبعا حضرتك هتضيف لنا في الجزئيه دي. بس خليني طبعا عايز اسال حضرتك، وقبل ما اسالك هقول لك الراي القانوني بتاع المستشار رفعت السيد واسال حضرتك على طول السؤال. الراي القانوني بيقول المستشار رفعت السيد رئيس السنه في القاهره الاسبق ان الفرج يتم اذا كان علاج المريض غير متوافر في السجون او المستشفيات. خد بالك بكلمة يتم إذا كان علاج المريض غير متوافر في السجون أو المستشفيات العامة، وفي هذه الحالة تصدر النيابة العامة قرار بالإفراج الناجين في مستشفى عام أو خاص على نفقته هو، ثم يعود مرة أخرى لتنفيذ العقوبة بعد تماثله للشفاء. أما عن العفو الصحي، ركز بقى في دي عشان ده موضوع حلقتنا، أما عن العفو الصحي فأكد المستشار رفعت أنه من سلطات رئيس الجمهورية، وبدأت بحاجة قلتها للأستاذ أحمد في أول الحلقة، هو من سلطات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الذي يمكنه من إصدار قرار بالعفو التام من العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخف، وفي هذه الحالة هذا لا يجب تنفيذ العقوبة أخرى. رأي حضرتك الشيخ ووجهة نظرك في هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هو كان في جزئيتين بحب أعقب عليهم كلام الأستاذ أحمد. أولا قال إن الثورة هدمت ولم تبني، أول مرة من 25 يناير 2010 نسمع أن الثورة هدمت ولم تبني. أولا الثورة فعلا هدمت إنما هدمت نظام بائد، نظام عاش معانا بجهل وفقر، عاش بيه الشعب المصري وعانى منه حتى هذه اللحظة، وهنستمر نعاني منه لفترات طويلة. بنت حسست المصري إنه عايش في بلده. دي كفاية إن أنت حسست، بنت الانتماء جواك. دي أول نقطة. النقطة الثانية بقى عشان ندخل في موضوعنا، تمام، ان الاستفادة من العفو. هو الأستاذ كان بيقول ان الرئيس تعبان ومريض. انا واحد من الناس لو انا كنت عايش في السلطة دي وفي المركز بتاع حسني مبارك وبعد كده فوجئت ان انا بتحاكم، انا اموت في ساعتها. يعني ده مش مريض، ده ممثل عالمي، ده ياخد اوسكار في التمثيل. هو لو فعلا شخص عسكري زي ما بيقولوا ما كانش يقبل على نفسه انه ينام النومه دي للاسف.
هو انا الاهوال اللي شافها مبارك او عاشها تخلي اي حد يموت في ساعتها يعني. فده عظم الحدث قصد حضرتك يعني دليل انه بصحه جيده يعني، واخد بال حضرتك؟ تمام. كبر الاستاذ قال ان كبر السن ده، هو كبر السن دافع ان انا ارتكب جرائم، وبعد ما ارتكبها عشان الراجل عندي 80 سنه المحكمه هتعفو عني، او رئيس الجمهوريه او النائب العام ايا كان. طبعا الكلام ده مش صحيح. تاني جزئيه بقى اللي هي المهمه بقى، موضوعنا اللي احنا قانوني بص حضرتك، هو الدعوه اقيمت سندا بنص الماده 486. تمام. نص الماده 486 بيقول ان لو الشخص ده مريض، الطبيب اللي في السجن معاه شاف ان حاله المريض ده عيان، بيبلغ بيها النائب العام. تمام. والنائب العام بيجيب من الطب الشرعي بعض الدكاتره ويوقع الكشف الطبي على المريض. اذا كانت حالته تستدعي ان هو فعلا يصدر عنه عفو عام، بيصدر عفو عام من النائب العام، بيتكتب تقرير وبيفضل عفو عام، وكل 6 شهور بيتعمل عليه كشف طبي. اذا كانت حالته الطبيه كويسه بيرجع خلاص بيرجع يكمل سجنه، ما كانش بيفضل تحت المراقبه الصحيه. تمام. واخد بال حضرتك؟ اللي قاله سياده المستشار كلام مظبوط جدا. الجزئيه ده صلاحيات رئيس الجمهوريه. بالظبط. وحسن خلال رئيس الجمهوريه ما يرجعش صلاحيات ده لو لا ما ينفذش لو عدل. انما برضه من ضمن صلاحيات رئيس الجمهوريه هو ده عفو بشرط واقف، يتوقف على صحته. هو الاستاذ قال ان الاخوان استفادوا وايمن نور استفاد، انما في الاف وملايين ماتوا في السجون مقدمين طلبات عفو لرئيس الجمهوريه ايام مبارك بسبب بسيط جدا، ان هم كانوا ضد النظام، انما هو كان ضد البلد. ما رضيش يفرج افراج صحي عن حوالي 18 حاله. ده بقى يخلينا اكد جدا، اسمح لي انا اسف المقاطعه، بس دي جزئيه مهمه جدا، وسيادتك عضو لجنتي حقوق الانسان والحريات. هل قواعد حقوق الانسان تطبق على اسماء بعينها ولا على كل الناس؟ يعني هو السؤال هنا الاهم بقى، انت بتدور على حقوق الانسان والحاله الصحيه والبدنيه الامور لا تكال من كيلين. بالظبط. احنا النهارده في 18 حاله ماتت في السجون لان هم كانوا ضد النظام، ما كانوش ضد البلد. راجل 30 سنه افسد الحياه السياسيه والاقتصاديه، وسمعنا عن مليارات نهبت واموال غادرت البلاد دون ان نسعى لاعادتها على يده مرأى ومسمع من الجميع. وجاي النهارده تقول لي اصل ده مريض، ده راجل عيان، افرج عنه صحيا. اذا انت لا تقبل هذه الكلمه طبعا. جمله وتفصيلا طبعا اطلاقا، وفي نفس الوقت شايف ان مفيش شفافيه ان انت بتتكلم عن شخص الرئيس السابق حسني مبارك، لان حقوق الانسان لو هتطبق تطبق على كله بصرف النظر عن ده تقرير من المركز الطبي العالمي بيقول ان حاله مبارك جيده جدا، ولو في وقت ان احنا نطلعه على الهواء او نقول جزء منه. هي دي موضوع اتناقشنا فيه كتير، ان موضوع حالته الصحيه حضرتك يعني هو دايما انا راجع لك شوف بس التقرير على الشاشه، هل هو تقرير سليم ولا مكتوب على الكمبيوتر؟ لا حضرتك ده تقرير موجود على في الموقع بتاع المركز الطبي العالمي اللي كان فيه مبارك. يعني هو المركز الطبي العالمي ده هو اللي كان فيه مبارك، طبعا كان قاعد في جناح 5 نجوم ما حدش كان بيوصل له يعني. فده تقرير حضرتك من المركز الطبي العالمي اللي هو كان بيعالج فيه وتحت اشراف الدكاتره بتوعه. ده قالوا ان حالته الصحيه تسمح انه يدخل السجن، وهي المؤشرات لغايه اللحظه ديت. يعني اسمح بس استاذن حضرتك سؤال صغير جدا. اتفضل يا زبراهيم. ده راجل عاش في قصور وعاش في رغد من العيش 20 سنه، اما تيجي تجور عليه الزمن والدنيا تهده زي ما بيقولوا بالبلدي كده، وخلاص مش لاقي له منفذ، انا مش ولا بصحتي اموت. تمام. ارجع اعيدها تاني، هو برضه ده تمثيل. طيب اعزائي المشاهدين، باكد على سؤال حلقتنا النهارده، وهروح للاستاذ احمد برضه عشان نديله مساحته وحقه في الرد. احنا سؤال حلقتنا النهارده، هل انت مع او ضد العفو الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك؟ للتواصل والاجابه ارسل رساله على رقم 94172 94 172 للاجابه.
طبعا انا مبدئيا بشكر سعه صدرك وتقبلك الامور، وحضرتك التزمت تماما الحياديه والصبر على كلام الاساتذه معانا. عشان كده هروح لحضرتك، ولك طبعا مساحه من الوقت على اجابه السؤال في موضوع الافراج الصحي عن مبارك، انت معه ولا ضد؟ بس اسمح لي هقول لك جزئيه عشان زي ما ابرزنا وتحليل سريع عن حاله الرئيس السابق حسني مبارك، عاوز اقول واقعه واكيد سيادتك عارفها، ان كان في فتره من الفترات زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك وكان المحامي كمان فريد الديب عرضوا عليه ان هو يطلب العفو الصحي من الرئيس مرسي بعد ان تم انتخابه واصبح رئيسا للبلاد. مبارك ساعتها كان ليه تعقيب ابرزته كل وسائل الاعلام، ان هو قال عاوزيني اطلب العفو من الاخوان، وده كان على جريدة اليوم السابع عشان تبقى الكلام دقيق جدا، ودخل في حالة شديدة من الحزن والأسى، وقال ان حالته النفسية صعبة جدا، ان هو كبرياءه منعه او احساسه بنفسه كحسني مبارك بعد الاحداث دي منعه انه يطلب العفو، وقال من الاخوان. يعني هو قال انتوا عايزين اطلب اعلق على حاجه، في كذا نقطه هعلق عليها الاستاذ سيد والاستاذ ابراهيم. اتفضل. وبدايه انا من قبل الحلقه سجلت اعتراضي على لفظ المخلوع لانه تنحى ولم يخلع، دي جزئيه، والتزمنا ان احنا انصتنا واستمعنا، وده يعني يا ريت نتبع هذا الى اخر الحلقه. تمام. الجزئيه اللي حضرتك بتقول عليها بس يعني الاول هرد عليه بالايه القرانيه بتاعه فرعون. طب احنا ليه ما نقولش ان ده اختبار من ربنا زي ما ربنا اختبر بيه سيدنا سليمان في سوره صاد في الايه 33، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. لما ربنا رزقه باحد ابنائه قام عليه بثوره من الثورات وانتزع منه الحكم، وبعد كده رجعوا الناس والشعب ورجعوا ايضا الى الحكم، وربنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فاحنا ما نقولش يعني هتيجي تقول لي فرعون هقول لك سليمان، خلي القران بعيد، القران في منأى وبعيد، واكم ما شفنا ابناء عاقين لابائهم. الجزئيه بتاعت ان تحولت الى الدوله الشرطيه، وانا قلت الكلام ده، نعم تحولت الدوله الى دوله شرطيه، واقررنا في هذا الكلام اكتر من مره في اكتر من حلقه في قبل 25 يناير ان احنا نخلي الشرطه بره. لكن الحاله الراهنه اللي احنا كنا عايشينها والحاله الراهنه اللي احنا شايفينها دلوقتي، ينبغي تدخل الشرطه في كل شيء. قصدك ان كان مبرر وقتها؟ اين الامن الان؟ اين سيناء الان؟ مش كانوا اللي بيحكموا الشرطه اللي كانت موجوده فيها؟ فين الامن اللي موجود فيها؟ خفافيش الظلام اللي طلعت من تحت الارض والبراس اللي طلعت من تحت الارض. ارجع واعيدها تاني ان زمان كان الجهاد جهاد النفس وجهاد الكفار، النهارده جهاد البراس والخفافيش اللي طلعت من السجون بالافراج. تمام؟ عشان ما يرجعش برضه الاستاذ سيد او اخويا العزيز الاستاذ ابراهيم ويقول لي طب ما دول كانوا مسجونين وانت جاي دلوقتي النهارده بتقول له علشان يخرج. ما هو الافراج بيكون بناء على هل هذا المتهم ايا كان رئيس جمهوريه فئه الف او مسجل جرائم هيطلع يعمل مشاكل في المجتمع ولا لا، انما ده راجل اعزب. دي جزئيه. الحاجه الثانيه الاستاذ ابراهيم والاستاذ سيد لما قالوا احنا ما شفناهوش طول 30 سنه عيان، امال هو كان بيسافر المانيا وكان بيسافر فرنسا للعلاج ليه؟ علشان ايه؟ ولا كانوا بيخبوه وطلعت والاغاني طلعت في جميع انحاء الجمهوريه. الاخت اللي قالت انا مش هغني له قبل بعد كده اللي هي شيرين اياليه، انت فاهمني، انا مش هغني ومش عارف الاخت مين، كل ده ما كانوا عارفين انه كان بيتعالج بره، ما كانش مستخبي يعني، فمرضه لم يختبئ وكان معروف للناس كلها. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه اي بلد والثوره هدمت، ايوه الثوره هدمت، اين الامن؟ لا يوجد. اين ال 200 مليار كما اشرت في البدايه؟ لا يوجد. اين انقطاع التيار الكهربي؟ مش هو قال لك اول ما مسك قال لك مشروع النهضه و100 من بكره هجيب لكم 200 مليار؟ مش الكلام ده قال في البرنامج الانتخابي. تمام. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه استاذ ابراهيم ونعقب مع بعض. لا انا سعيد بمناقشته ليا، بالعكس في سعه صدر، وفي النهايه انا زي ما قلت هنخرج من هنا اصدقاء واخوات، لان احنا في النهايه كل واحد فينا بيحب بلده. ده اكيد، ودي رسالتنا في الحافظ دايما بالطريقه اللي هو شايفها. دي حاجه. الحاجة الثانية أنا زي ما قلت أن ثورة 25 يناير هدمت. انزل ميدان التحرير، في منه الصالح وفي منه الطالح، وفي ناس كويسة جدا كانت في الميدان، لكن النهاردة هل بينزلوا الميدان؟ طيب لما نزلوا الشباب اللي عملوا الثورة
الاخوان مش نزلوا وكسروا لهم المنصات بتاعتهم؟ دي احداث طبعا. انا هتكلم تمام. حضرتك، بس معانا طيب. مداخله سياده اللواء، اسمح لي معلش انا اسف، ناخد المداخله ونرجع نكمل اتفضل، كلام اتفضل. حضرتك عشان تاخد اتفضل. برضو مساحتك من الوقت. طيب احنا معانا مداخله من سياده اللواء منصور. يا جماعه سياده اللواء معانا مداخله. الو. الو. ايوه السلام عليكم سياده اللواء. عليكم السلام. انا ابو كيرو. معلش الصوت مش واضح. انا ابو كيرو. اهلا بيك اهلا بيك. طيب سياده اللواء فخلاص هيجي معلش. اتفضل حضرتك. ده هو حد بيقول اسمه ابو كيرو. اتفضل حضرتك. لا انا اسمي ابو كيرو مش سياده اللواء. اهلا بيك يا ابو كيرو. ماشي سياده اللواء كان قبليك معلش. اهلا بيك. اهلا بمعاليك. اتفضل. أقول لحضرتك بقى، اولا انا اشكر قناه الحافظ. الو. سامعينك اتفضل كمل. ارفع لها القبعه لانها فعلا زي ما بقول الاعلان رؤيه عصريه في القنوات الاسلاميه. تمام. دي حقيقه. تمام. فضل ربنا لأن علينا. كل حتى اللي بتستضيفهم محترمين مهذبين. طبيعي. فكر ثاني، ثقافه البطل المغوار، البطل الاعلام المغوار احمد السيد اللي عهد مبارك باكمله لم يجرؤ لا صحفي ولا اعلامي ولا اي انسان في الارض في عهد مبارك معانا. السلام عليكم. الو. ايوه. الو. سامعينك سياده اللواء، بنشكر حضرتك على المداخله. اتفضل. احنا على الهواء. ايوه حضرتك معانا على الهواء يا فندم. اولا بنرحب بالضيوف الاعزاء اللي موجودين وعلى راسهم الاستاذ الكبير احمد السيد تمام. الاعلامي المعروف، وبنشكر قناه الحافظ على انها اتاحت لنا الفرصه الغير عاديه ان احنا ندخل في هذه المداخله. تمام. المطلوب اولا ان ربنا سبحانه وتعالى يكون خير حافظ ويحافظ لنا على بلادنا وخاصه سينا اللي احنا بذلنا علشانها الدم والعرق وضحينا ب100,000 شهيد على مدى 4 حروب مع اسرائيل والقردة الخاسئين، والنهارده سينا بتضيع مننا، فيا رب احفظها يا رب كما حفظت قناه الحافظ، ويكون الله خير حافظا. يا رب. سياده اللواء انا ليا سؤال. انا عرفت صوت حضرتك على ما يبدو ان سيادتك سياده اللواء احمد كمال المنصوري. تمام. طيب سياده اللواء انت كنت تلميذا للرئيس حسني مبارك في الكليه الجويه. عايزك تكلمنا بعد اذنك يا استاذ هاني، يعني انا عارف ان انا بتعدى على تخصصك، انا اسف، بس عايزك تكلمني عن حسني مبارك اللي انت عاشرته. اولا لازم ما يغماش علينا كده ونزور التاريخ لا يزور. ممكن الجغرافيا تتزور وتحتل الاراضي، لكن التاريخ عمره ما هيتزور وهيظل قائما. حسني مبارك ابينا ام شئنا كان بطلا في الطيران وبطلا في سلاحه، وادى للبلد دي الكثير والكثير وتعلم على يديه. يعني اسمح لي سياده اللواء، طبعا انا طبعا في حقائق بعينها ما نقدرش اي حد يزايد عليها او ينكرها، وزي ما حضرتك قلت ان التاريخ نفسه بيسطر نفسه على مر العصور سواء باسماء بعينها كان الرئيس السابق حسني مبارك او غيره. هي الفكره ان احنا هنا في قناه الحافظ بنتقبل دائما وابدا وبندي المساحه والفرصه لكل وجهات النظر ما بين المؤيد او ما زال مقتنع تماما ومتعاطف مع الحاله الصحيه للرئيس مبارك وتاريخه وانجازاته، او وجهه النظر الاخرى اللي هي بتقول ان بعد احداث يناير وما احدثه الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه السابق لمده 30 عام شيء طبيعي ان يبقى في برضه ناس ثانيه ضد تمام الموضوع ده. على كل حال من الاحوال انا بشكر جدا مداخله حضرتك، واعتقد وصلت الرساله ووصلت المعلومه فيما يتعلق بالتاريخ حسني مبارك، وسيادتك احد اللي اشتغلوا معاه يعني او الفتره الزمنيه معاه، فبنشكر حضرتك جدا على المداخله. انا اسمحوا لي معلش معانا فيديو نطلع نشوف وارجع لك. نطلع فيديو ونرجع.
رجعت لكم تاني اعزائي المشاهدين وبرنامج ابيض واسود وامكانيه العفو عن مبارك او العفو الصحي عن مبارك، انت مع ام ضد؟ فباكد تاني سؤال حلقتنا النهارده امكانيه التواصل معنا والاجابه على هذا السؤال، هل انت مع او ضد العفو الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك؟ للتواصل والاجابه على سؤال حلقتنا ارسل رساله على رقم 94 172 94 172 وشاركونا بوجهات نظركم ورايكم في الموضوع. طيب احنا معانا اتصال ام عبد الرحمن ونرجع تاني يعني اجابه. طيب معانا اتصال ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، الشخص اللي هو بيقول لحضرتك لو ابوك ظلمك هتعفو عنه ولا لا، انا بقول له القياس ده قياس فاسد، لانه هو ما ظلمش ابن واحد، يعني ده ظلم شعب، والسؤال ده المفروض ما يوجهش ليك او لواحد، ده المفروض يوجه لآلاف المعتقلين ظلما وآلاف الأسر اللي اتشردت والناس اللي ماتت في السجون من التعذيب والناس اللي ماتوا في الثورة، ده السؤال يوجه ليهم. لكن أنا إما أوجه السؤال ده للناس اللي استفادت من الحكم الظالم، إما موجهه للناس اللي استفادت من الظلم اللي كان موجود، وإما أوجههم لأصحاب، إما أوجه السؤال ده لأصحاب الثورة المضادة، شيء طبيعي إنهم هيقولوا عايزين عفو. فالسؤال المفروض يوجه للناس اللي هي اتضررت من حكم مبارك. وكمان بالنسبه لحضرتك البرنامج اسمه ابيض واسود، فالمفروض لما حضرتك سالته قلت له انت من ثوره التطهير والاصلاح ولا من الثوره المضاده، المفروض كان يبقى يا ابيض يا اسود، ولكن هو ما اجابش، لكن ظهر في ثنايا كلامه ولا تعرفنهم في لحن القول، ظهر ان هو منين، من الثوره المضاده ولا من ثوره التطهير والاصلاح. احنا من يعني ام عبد الرحمن اسمحيلي طبعا هي الفكره ان احنا هنا مع الاستاذ احمد، طبعا احمد السيد، هي الفكره برضو ان احنا قلنا هنا رسالتنا في قناه الحافظ اللي دائما وابدا بنحافظ عليها وبنعرضها، ان احنا بنعرض كل وجهات النظر بصرف النظر هي مقنعه او لا، لان اكيد كلام الاستاذ احمد السيد تحتمل كتير الرفض او القبول، وده موضوع حلقتنا النهارده في ابيض واسود. وابيض واسود هتحسمها. طب ناخد الاتصال وهرجع لك لان في كلام مهم لازم اقوله برضه للساده المشاهدين عشان نبقى مأكدين على سياق حلقتنا. طيب معانا اتصال يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي سامعين. اسمح لي بس بثلاث نقاط صغيرين. اول حاجه بعد اذن حضرتك بقول له استاذ احمد، اذا كنت بتحب مبارك كنت بتحب، انت ما زلت احنا كنا بنحب مبارك اكتر مما تتخيل، بس لما انا الانسان اديله ثقتي واديله حبي واديله عمري والاخر الاقيه قتلني وذبحني ومرضني وسجني في 30 سنه وقاهرني 30 سنه وهذا الفساد موجود، فده يعني يكون الجزاء من نفس العمل، لان احنا ما كناش جايبين مبارك او كنا بنحبه وبنحترمه وبنقدره وكان اب لينا زيه زي اي رئيس، لان دي مشكله الشعب المصري، عاطفته بتجوب الاحترام الكبير، فكان مبارك حسني مبارك ما كانش مجرد رئيس، ده كان اب لينا. طبعا يعني وجهه النظر حضرتك، عفوا معلش اسمحي لي انا اسف عشان احنا بس بيبقى وقت برنامجنا ومعانا مداخلات كتير، ولسه لازم اروح للاستاذ سيد والاستاذ ابراهيم، معانا كلام مهم نقوله. وجهه نظرك وصلت تماما وبانت جدا من حماسك وطريقه ادائك في الاتصال. الاستاذ عبد الرحمن اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك احنا بصراحه يعني الاخ اللي بيتكلم يعني عن الدفاع عن حسني مبارك وكده، يعني انا عاوز اقول له الناس اللي اتظلمت، هو بيتكلم عن الناس اللي خرجوا من السجون يعني ابراط وخفافيش وكلام من ده، وهقول لحضرته حاجه واحده، راجل كان قابل حسني مبارك في الحرم وقال له اتق الله واحكم بما انزل الله، حبسه 15 سنه، واخد بال حضرتك؟ الراجل ده الضباط فعوا عينيه في السجن، احنا عايزين الراجل ده نقول له ارفع عن حسني مبارك. حضرتك تعرف الواقعه دي، حضرتك تعرف هذا الراجل او معاك رقم تليفونه يشرفنا ويعمل معانا مداخله ويقول اللي حصل له. احنا عايزين ننزله ميدان التحرير والشعب يقتص منه. استاذ عبد الرحمن طبعا بنشكر مداخلتك جدا، بنشكرك جدا على وجهه نظرك، وزي ما قلنا يعني اعزائي المشاهدين اسمحوا لي قبل ما اروح للاستاذ احمد وبقيت ضيوفي، انا متاكد وما عنديش شك ان في مراره وفي احساس بالظلم وبالقهر، وناس كتير جدا مش عاوز اقول اغلبيه لان ما ينفعش ان احنا نعمم في غلط كده في اي قاعده عندهم احساس بالظلم والقهر، ويمكن كمان شايفين ان اللي حصل في الرئيس السابق حسني مبارك شيء قليل جدا
على حجم اللي هو عمله في البلد سواء قبل الثوره او بعد الثوره. بس في المقابل عشان تبقى الموضوع برضو واضح وما نقدرش ننكر في عدد ليس بالقليل سواء كانوا ضد ثورة يناير أو مش مقتنعين بيها أو إحساسهم وحبهم للرئيس السابق حسني مبارك زي ما احنا معانا الأستاذ أحمد السيد، هم برضو موجودين وليهم وجهة نظرهم وليهم منطق بيدافعوا عنه. فاحنا هنا زي ما وجهات النظر وارد جدا نختلف بس نحترم آراء بعض، وارد جدا نتبادل وجهات النظر، وهي دي رسالتنا في الحافظ. فأنا مقدر مشاعر كل اللي بيتصلوا بينا. الموضوع مرتبط بدم، مرتبط بناس راحت، مرتبط ببلد وضعها الحالي كان ايه، وايام حسني كان ايه الوضع المادي والاقتصادي، الشهداء، المحاكمات، حالة احتقان غير عادية، رؤية مش راضية كل الناس ولا هنا ولا هنا. فهي دي القيمة، وانا بشكر المداخلات، وطبعا اتفقوا معايا يا استاذ المشاهدين دي حاجة ايجابية ان الناس بتشاركنا، فدي طبعا شيء ايجابي. استاذ احمد هرجع لك تاني، بس عاوز اروح برضو لحضرتك يا استاذ سيد. على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي مجموعات مختلفة محبي حسني مبارك زي اسفين يا ريس او ما شابه، اي مجموعات بتنتمي للرئيس السابق، بيدعوا دائما وابدا لموضوع الافراج او العفو الصحي عنه، واحتفلوا وسط مشادات، اصطدامات، اختلافات شديدة وسط الاشتباكات بموضوع قرار رجوع اسمه على بعض المنشآت والمباني بحكم قضائي للمرة الثانية على ما اذكر كمان، لان ده كان حصل قبل كده من كام شهر ورجع تاني. سؤالي بقى لحضرتك، بنسمع من وقت للتاني معلومات وبنقرا اخبار الامور مشططه، مصالحه مع النظام، رموز النظام السابق، مقابل العفو ونرجع الفلوس ترجع لنا وحاجات كده. كمان بيبقى في كلام من وقت للتاني بيقول ان في موافقه اخوانيه بالعفو الصحي عن مبارك مقابل التنازل عن الارصده والممتلكات، وان في شبه ديل او محاولات من السيده سوزان مبارك ان هي تتنازل وترجع كل حاجه للبلد والامانه والحكومه مقابل ان هي تاخد عفو صحي عن مبارك واولادها وياخدوا بعضهم ويسافروا بره، لان هم تقريبا معاهم كمان الجنسيه البريطانيه. وقالوا كمان من فتره ان هم جددوا الباسبورات بتاعتهم او جوازات السفر استعدادا وتاهبا لمثل هذا الحدث ان تم. وانت حضرتك منسق عام مجلس امناء الثوره، ونقف عند كلمه مجلس امناء الثوره اللي احنا هنا النهارده بنتكلم عن احداثها. بتشوفوا الامور دي ازاي وتعقيبك عليها وبتودي لك احساس ايه؟ هل ممكن دي تقلقك ان احنا بصدد الذهاب للحدث ده ورد فعلك كراجل في مجلس امناء الثوره على ده لو ان تم، او السلسله دي من المفاوضات اللي مقابلها فلوس قصاد حريه؟ طيب هتكلم اول كلمه حضرتك قلتها ان اسفين الريس نزلوا في الشارع بيعبروا عن رايهم وفرحانين ان حكم المحكمه. وطبعا ده سؤال استبياني لحضرتك عشان بس اشتغلت مع حضرتك في السؤال الاستبياني. في حاجه ثانيه انا ما كملتش بقيه كلامي، راجع لك طبعا عشان وقتنا. طبعا هذه هي احد مكاسب هذه الثوره اللي حضرتك بتقول عليها انها هدمت. بالعكس انا بقول لك اهو، انا بالدليل القاطع هثبت لك ده. رئيس مخلوع قامت عليه ثوره، الناس اللي مأيداه نازله في الشارع المصري بتعبر عن رايها بكل حريه وبتقول لرايها ان هي عاوزاه يرجع تاني. في اكتر من كده حريه؟ لو ناخد الموقف دوت نفترض ان الثوره ما كملتش، انت تتخيل ماذا كان يحدث في الثوار الموجودين في ميدان التحرير. اعتقد ان المخلوع كان سيجودهم على بكره ابيهم، مش حد فيهم موجود اصلا في بيته، ولا حد اصلا كان يتوقع ان هو اصلا يوصلوا بيتهم. هذه الحريه بتاعت الثوره. حضرتك بتتكلمني عن احداث اللي حصلت وفي موافقه اخوانيه مبدئيا وفي شبه اتفاق بيتم بين سوزان مبارك اولا لا احد يملك ان يعفو عن الرئيس المخلوع من الثوار. اولا هدي تاريخ الثوره الفرنسيه لا يملك بتعني ان هو يرفض طبعا احساسا للشهداء وثوره يناير. الثوره الفرنسيه هقول لك بس الثوار دول ضربوا اروع الامثال في الرقي والحضاره. الثوره حضرتك مش مقتنع بيها ديت، أنا هضرب مثل ما بين الثورة الفرنسية والثورة المصرية. الثورة الفرنسية أول ما قامت الثورة الفرنسية الأولى أعدموا لويس السادس عشر، أدي أول حاجة، يعني أعدموا الرئيس بتاعها. الثورة قامت أعدمت الرئيس، خلاص. الثورة الفرنسية الثانية أعدمت برضو الرئيس لويس السابع عشر، مش هو لوحده بس كمان، ده أعدمت زوجته، ومش بس كمان، ده حطتها في عربية ماشية في الشوارع والناس تحدف عليها طوب، وفي الاخر حطوا رقبتها على المفصله، يعني قتلوا، اعدموا رئيس فرنسا واعدموا زوجته.
لكن الثوره المصريه الراقيه، الشعب المصري الطيب اللي فعلا بيسامح، ما عملش كده في الرئيس بتاعه. بس هي اسمح لي يا استاذ سيد برضه، لان هي ما كانش ليها قائد، لان الموضوع برضه ثورتنا بيضه تماما، احنا عارفين الكلام ده، بس السيناريو بتاعها مختلف، لان اتفق معايا برضه ان هي يعني اتحركنا بيها من غير الثوره تمسك راس الحكم للرئيس. الثوره كان لها قائد. ماشي، هذه الثوره كما قال الدكتور صفوت حجازي الامين العام مجلس الامناء، الثوره هذه ثوره صنعها الله، هو ده القائد. الكلمه دي اسمح لي معلش ان وقتنا، ناخد معانا فاصل فيديو معانا ونرجع تاني عشان وقت البرنامج اصلا ما يدهمناش، لسه لازم استاذ ابراهيم نسمعه برضه والاستاذ احمد نكمل معاه. طيب نطلع يا جماعه نشوف الفيديو معانا ونرجع تاني. لكل المصريين مؤيدين والكلام ده، دي وجهه نظرهم هم، بس اللي انا طالباه منهم ان مش عايزه حد يصعب علينا، لان احنا طول الفتره اللي فاتت دي ما صعبناش على حد، ما كناش بنصعب على حد، كنا بنجوع وكنا بنعطش وكنا ما كناش بنصعب على حد طول الفتره دي. فده طلبي ورجائي، لان انا كلمه اصل صعبان علينا دي بجد بتتعبني وبتوجعني، وانا بتخنقني. احنا اسفين يا ريس، اسفين على ايه؟ يعني اسفين على ايه؟ ده احنا بس عشان في التلفزيون. اسفين على الناس اللي اتحرجت حيه اسفين على ايه بجد؟ يعني اسفين على عمرو الليثي لما كان بيجري في التلفزيون ويقول ان احنا بنشرب ميه صرف صحي، يا حكومه شوفي ان احنا بنشرب ميه صرف صحي ومفيش اي رد فعل لاي حد. فدي بجد والله انا نفسي ما نصعبش. انا مش اسف على فكره، انا مش اسف، انا لو طايل دبوس ابره خلاص يعني. على فكره الفقره بتاعت الأرجوزات برحب بكم من جديد اعزائي المشاهدين. شفنا طبعا راي الشاعر هشام الجخ وقال انا مش اسف. كل وجهات النظر زي ما اتفقنا، شاعر وليه طبعا اشياء وليه ناس بتحبه وليه وجهه نظر بيعرضها وده رايه، ودي القيمه، يعني دي القيمه اللي انا باكد عليها اعزائي المشاهدين في قناه الحافظ، ان احنا بنسمع كل وجهات النظر سواء على المستوى شعير او كتاب او فنانين او حتى ناس عاديين. موضوع مبارك والثوره والعفو موضوع بيحتمل جدا كل وجهات النظر، ومش كله هيبقى راضي على فكره زي ما قلنا، بس النهارده احنا عاوزين الابيض الاسود، انت مع ولا ضد؟ عشان كده خلينا افكركم بسؤال حلقتنا، هل انت مع او ضد العفو الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك؟ للاجابه ارسل رساله على 94 172. طيب انا طبعا هرجع لك تاني يا استاذ سيد، بس علشان الاستاذ احمد يبقى ادينا له مساحته من وقت، واروح برضو للاستاذ ابراهيم عشان ما يتصورش احنا بس بنغطوا عليه في موضوع الوقت. استاذ احمد، انصار الرئيس حسني مبارك واحتفال بعوده اسمه على منشآت وحكم قضائي بتديك مؤشر ان انت بتدعمك انت كراجل، انت مؤرخ عن كتاب تقريبا في كاتب صحفي الرئيس مبارك، انت كان في مؤرخ طبعا، فدي طبعا ليها جزئيه مهمه جدا في نفس حضرتك للرئيس السابق، فحضرتك في الموضوع ده انت بتقول للناس دي ايه؟ شوف احنا كلنا متفقين، بس عشان ما حدش يكيل بمكيالين ويقول ثوره مضاده وكده، احنا كلنا مصريين. عبد الرحمن بتقول الناس اللي ماتت في السجون. عبد الرحمن كان في حاجه اسمها مكتب خدمه المواطنين، اللي جه الرئيس محمد مرسي غير اسمه وسماه ديوان المظالم. كان المكتب اسمه مكتب خدمه المواطنين، واكم من الناس خرجت من المعتقلات، واكم من شكاوي جات لي انا شخصيا، ضباط اتحبست، ضباط في عهد حبيب العدلي وفي عهد مبارك تم تحويلهم للمحاكمه ده عشان حاجات متعلقه بمهام مهنتهم يعني؟ لا ولا؟ اتحبسوا علشان خاطر اهدروا كرامه او عذبوا بعض المواطنين وتم اثبات ذلك. ويمكن الاستاذ ابراهيم في لجنه الحريات في ابيض وفي اسود على اسم البرنامج، كان في ظلم بين وقع على بعض الناس، لكن صوابعك مش زي بعضيها. وهل هنا المسؤول هو الخوف اللي جوه الناس منذ عهد الفراعنه هو اللي خلاهم يخافوا؟ اصل الميه ما بتطلعش في العالي. اكم من مشكلات كانت جات لي، وكنت بحفز الناس وكنت اقول لهم روحوا واشتكوا، اقفوا ضد الظلم، اقفوا ضد كذا، كل حكم له وعليه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، الاستاذ ابراهيم سمعنا عن الاموال المنهوبه، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم عسى ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هل حضرتك شفت الاموال المنهوبه؟ طبعا شفتها بعينك؟ شفت شنطه وهي طالعه؟ التلفزيونات ديت حضرتك اللي جاب، ما انا هقول لحضرتك فلوس عز، فلوس
حسين كريم هل معاك مستند رسمي صحيح يقول ان الناس دي سرقت؟ في ناس منوطين بالجزئيه دي طبعا مش متابع قضايا احمد عز حكم عليه بالغرامه 20 مليار جنيه مصري. تمام. هذا احد رموز النظام السابق انا معاك هذه قضايا احمد عز ورئيس حسني مبارك. الم يكن في ناس اتحكم عليها في عهد مبارك ب 25 سنه سجن وعملوا اعاده اجراءات من اول من ثاني جلسه طلعوا براءه من 25 سنه. اتحكم عليهم فساد مالي يا استاذ احمد من ناس على المستوى العادي وليسوا رموز وليسوا وزراء. انا كنت عايز اتكلم خالص فساد مالي يا استاذ احمد وهرجع لحضرتك. احنا متفقين وملتزمين. تمام. طب جاوبنا على السؤال ده. ال 25 سنه الناس اللي في عهد مبارك دول كانوا في قضايا فساد مالي؟ الناس اللي حكم عليهم؟ لا مش في قضايا اخرى يعني. قضايا اخرى. انا اقول لك بس معلومه بس حكم قضيه احمد عز كان موجود، كان نفس الاوراق التي قدم بها للمحاكمه هي نفس الاوراق اللي كانت موجوده والرئيس المخلوع موجود. تمام. مفيش حاجه بس فرق ان هي اتحكم يعني نديله فرصه نكمل يا استاذ السيد ونرجع تاني. السيد في النظام السابق وقضايا فساد وتم تحويلها الى القضاء. حضرتك عارف القضيه رقم 405 حصر اموال عامه عليا؟ دي كان مين بطلها؟ اللي هي تم فتح التحقيق فيها تاني مره اخرى برقم 504 لسنه 2011 حصر اموال عامه عليا بناء على قرار المحامي العام لنيابات امن الدوله العليا. بطلها مين؟ بطلها رئيس الوزراء اللي انتوا جبتوه من الميدان عصام شرف. تمام؟ وادي وقائع القضيه بالكامل. تمام؟ اللي هي استيلاءه على نحو 50,000 يورو. انا بسال السؤال للدكتور عصام، هل هذا الموضوع صحيح من عدمه؟ وهل هذه القضيه موجوده ولا لا؟ استاذ احمد انت طلبت حاجه مهمه جدا وجبناها لحضرتك على الهواء. الراجل اللي كان مع الرئيس مبارك اللي قلت لو موجود يجي لنا في مداخله على الهواء. طيب احنا معانا مداخله يا جماعه مهمه نسمعها. الو. طيب فقدنا اللسان نرجع تاني. في القضيه رقم 332 حصر امن دوله عليا لعام 2011 اللي بيناقشها المستشار محمد وجيه رئيس نيابه امن الدوله وقاضي التحقيقات اشرف العشماوي اللي بيناقش قضيه التمويل الاجنبي. القضيه دي انا مش هقول ابطالها بصفه عامه، لكن هي فحواها ان في بعض الناس خدت فلوس من الخارج لدعم وتمويلها. دي جزئيه. الجزئيه المهمه قوي اللي انا كنت عايز اقولها لما الشعب معلش حضرتك الجزئيه دي تاني ان في بعض قضيه ايه بقى؟ قضيه بعض الناس قضيه رقمها 332 دي مرفوعه بالفعل دوله عليا. الكلام ده مش مظبوط بالمره. طب احنا متفقين ان هي مش مظبوط. احنا مش متفقين انها مش مظبوط. انما في ضمن اوراق هذه القضيه دعوه من مارجريت سكوبي سفيره امريكا لاحد الاشخاص لمقابلتها. طيب كمل يا ممكن ترجع للقضيه دي موجوده عشان هجي لك بكشف حساب مهم جدا. عشان قضيه التمويل الاجنبي دي انا عايش فيها. مش القضيه دي في حد ذاتها، دي قضيه منفصله. دي قضيه ده جزء غير التمويل الاجنبي. دي قضيه منفصله عن التمويل الاجنبي ومنظوره. انت حضرتك توضح بتقول اللي بيبشرها اشرف العشماوي بيبشروها لا نفس الناس اللي لا طبعا حضرتك توضح بقى عشان اقدر ارد على حضرتك. وضحت لحضرتك دي جزئيه. لا طبعا الجزئيه الثانيه برضو في هترد يا استاذ ابراهيم وجاي لك بجزء مهم عن كشف حسابه. الاخت اللي قالت ان انا ما قلتش ان انا مع الثوره ولا ضد، انا واضح وقلت ان انا ضد الثوره. ده كان سؤال مباشر هجاوب عليه. ومع حاجه برضه علشان الناس تكون واضحه. طيب جالنا المداخله. طيب الو السلام عليكم. فكرنا تاني مشكله في الاتصال. طب اتفضل يا معايا. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه احنا كنا واضحين وقلنا هذا الكلام ان احنا ضد الثوره، لكن مش معنى ان احنا ضد الثوره ان احنا نهدم البلد او نبني ثوره ان احنا نبني بلد. انت ضد الثوره مبارك بس. تمام. مبارك كده كانت حقبه زمنيه وهتنتهي. عمره ما هيعيش بس النهايه اسمح لي يا احمد بيه يعني الانتهاء بشكل غير بشكل اخر. فهي فكره. طب كمل حضرتك. الجزئيه الثانيه والمهمه قوي ان في الاستاذ سيد حافظ قال في تصريح لي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بامانتكم، قلت ان حمايه اهداف ومكتسبات الثوره لا تحتاج الى قانون. تمام. ولا تحتاج الى مقترحات. ده موجود على موقع التواصل الاجتماعي في اجتماعكم مع الوزير محجوب. تمام. هل مصر اصبح لها مجلس ولا عليه من يولى جمهوريه بيحكم الحاجات دي ولا لا؟ ايضا دعيته يوم 12 اكتوبر كافه القوى الثوريه الى الاعتصام امام مكتب النائب العام لمنع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من دخوله بعد صدور قرار جمهوري.
صفاتكم ايه في البلد مع احترامي ليكم، واحنا اتفقنا ان احنا اخوات واشقاء. تمام. صفاتكم ايه في المجتمع؟ هناك جهات تنفيذيه منوطه، رئيس الجمهوريه هي اللي تطلع تنفذ قرارات. هو مش مجلس اداره. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، الثوره بنت، نعم بنت وخلفت، خلفت عدم وجود امن، خلفت الفقر زاد. طيب هو حاول معانا يا استاذ احمد، معلش انا بعتذر عن المقاطعه. معانا مداخله يا جماعه. السلام عليكم. معانا الاتصال يا جماعه ولا فقدناه تاني؟ الو السلام عليكم. طيب واضح ان هو مش سامعنا او طيب اسمح لي معانا سامعنا، مفيش حد بيرد يا جماعه. الو لا في مشكله في الاتصال. طب انا معايا هنا حاجه بعد اذن حضرتك. انا بس استاذنك يعني في عجاله عشان لازم اخد وقتنا للاسف. انجازات الثوره، انجازات الثوره في 4 سنين رئيس الجمهوريه رايح يفتتح جمع خبز مليوني اسكندريه. رئيس الجمهوريه رايح يفتح فرن. انجازات الثوره وما يحدث الان مين اللي جابه؟ تمام. فاهمني؟ ما هو اتفقوا الناس اللي ضد النظام السابق، انت فاهمني، او ما شابه ذلك، وما بين ائتلافات الثوره بصفه عامه، يعني مجلس اداره الثوره. تمام. طيب تمام. راح يفتتح في اسكندريه مخبز، ده انجاز. ازاي يعني؟ انت فاهمني؟ امال وزير التموين يروح يعني هيفتتح طابونه؟ طيب انشاء اكبر مجمع تجاري للباعه الجائلين في محافظه الغربيه، المحافظ بقى يروح يشرف على مرجيح مولد الندى. اتفاقيه مع الصين، هي البلد ناقصه منتج صيني؟ اقاله مدير الامن، ده انجاز. وده هم انتوا حاطينها على موقع التواصل الاجتماعي بتاعكم ان دي من ضمن ال 50 انجاز. مدير امن مين يا رئيس مدير امن القاهره، ده انجاز. اقاله المجلس العسكري، المجلس العسكري في الاول وفي الاخر هم عسكر يرأسهم رئيس الجمهوريه. ايا كان فيه دستور مكمل او كان فيه غير دستور مكمل، الذي حنس به من اقصى ان يحترم الدستور والقانون وقام بالغائه. تعيين 1000 عامل بمشروع النظافه باسيوط، ياخد قرار بتعيين 1000 عامل في مشروع النظافه. رئيس هيئه النظافه يعين 2000 و3000 بقرار من رئيس هيئه النظافه مش رئيس الجمهوريه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه نشوف النظام السابق. انا معايا كشف حساب للنظام السابق برضه لازم اعرضه مع الاستاذ ابراهيم. النظام السابق، النظام الفاسد، النظام البائد، عمل لنا حاجه اسمها مترو الانفاق. مش منا ولا حاجه، لا نتيجه شغل وجه. زياده عدد الكباري من سنه فتره الزمنيه كمان، زياده عدد الكباري من 12 عدد الكباري. انا هيكمل وهجي لك بكشف الحساب يا استاذ ابراهيم. زياده عدد الكباري من عام من 12 كوبري عام 81 الى 50 كوبري على مستوى القاهره. زياده عدد الكباري. اخر محاوله للمداخله يا جماعه. طيب معانا المداخله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك ونشكرك على المداخله. الله يكرمك. انا معاك لطفي كمال عضو المكتب السياسي في حزب الشعب. اهلا بيك استاذ لطفي. اهلا بيك يا فندم. بخصوص الحادثه بتاع الشيخ علي دي، ايوه الواقعه دي مهمه جدا، عايزين نتاكد من حضرتك الحادثه دي يشهد عليها عشرات الالاف مش عشرات الاشخاص، وانا شاء القدر انا اعتقلت 11 سنه في عهد حسني مبارك، وقد التقيت الشيخ علي في سجن الاستقبال. وطبعا الشيخ علي دوت كان قصته مشهوره جدا، ويعني اللي يحب يسمعها منه شخصيا موجود على اليوتيوب، وكان بوابه الوفد عملت لقاء معاه. وخلاصه القصه ان هذا الرجل قابل حسني مبارك اثناء تأدية العمره، فقال له اتق الله في المعتقلين اللي عندك، ومضى. بالليل دهمت البيت الشرطه السعوديه ومعها المخابرات المصريه، وتم اقتياده على طائره خاصه الى مصر. ومكث هذا الرجل بسبب هذه الكلمه، لم ينتمي الى جماعات ولم يكن يخرج على النظام السابق بالسلاح ولم يفعل اي شيء، غير انه قال لحسني مبارك اتق الله، وتم اقتياده ومكث في السجن اكثر من 16 سنه. وفي احدى المرات في سجن الوادي في تفتيش بما يعرف بتفتيش المصلحه، واظن انت لو سالت فؤاد علام اللي بيدافع عن جهاز امن الدوله ليل نهار هيقول لك يعني ايه تفتيشات المصلحه، يعني ايه حفلات الاستقبال، يعني ايه. وطبعا الطب المصري هنا مليان دفاتر، اكثر من 25,000 معتقل في عهد حسني مبارك ذا خويلات. ما حدث في سجن ابو غريب لا يعد 1% ان لم يكن 1 في الألف. ولا يشهد على ذلك الضابط اشرف اسماعيل الذي كان ياتي بصور حسني مبارك ويجبر المعتقلين بالضرب حتى يسجدوا لها، ويشهد على ذلك سجن ابو جعفر الصناعي يسجد لحسني مبارك، هذا الضابط الذي قام بتمزيق المصحف والبحث عليه. يعني اشياء لو يعني يا استاذ لطفي اسمح لي معلش نودي البرنامج ده بس يا استاذ لطفي. لكن واحد الحادثه دي تعرض ليها الاف من المعتقلين. وحضرتك سمعت شخصيا من الشيخ علي يا استاذ لطفي؟
استاذ لطفي اسمعني معلش انا اسف، حضرتك سمعت شخصيا من الشيخ علي داخل السجون والمعتقلات هذه الواقعه وهو اكدها لك انت شخصيا، مش سمعتها حد عن حد وكذا؟ وانا كنت موجود معاه في سجن الشباب لما بعد ما جابوه بلادي، بعد ما حصل معاه اللي حصل في سجن الوادي. طب انا بستسمحك يا عم لطفي، لو هذه الواقعه حقيقيه والراجل ده موجود يا ريت تجيبه لنا عشان احنا كمان ننضم ليه، نقابله، احنا عايزين نقابله وننضم كلنا ليه. طيب احنا للاسف عشان وقت برنامجنا يا جماعه انا اسف جدا، بشكرك جدا يا استاذ لطفي، بس عشان وقت حلقتنا للاسف هكمل انا اسف وقتنا جزئيه واحده. طبعا انا والله لك الحق، دي بدايه لحلقات ثانيه قادمه اكيد، انا ما باخدش من وقتك ولا حاجه، وعشان ضيوفنا كمان فعلا يا جماعه بيبلغوني ان وقت برنامجنا احنا في برامج هوا بعدين على طول. اسمح لي في عجاله كده سريعه جدا استاذ ابراهيم معلش في دقيقه، في كشف حساب سياسي لمبارك عشان هو قال في انجازات اللي موجود دلوقتي، كشف حساب اللي بيقول ان ماذا قدم مبارك لمصر عبر 30 عاما. في مصر 40% من الشعب مصاب بالاميه، فمن المسؤول؟ 25% من شعب مصر مصاب بفيروس سي، فمن المتهم؟ في مصر 66% من الشباب عاطل، و15% من الشعب نسبه بطاله، فمن المسؤول؟ 20% من الشعب المصري يعيش في العشوائيات، فاين كان من محدود الدخل؟ 13 مليون عانس في مصر، فمن السبب او فما السبب؟ هل ترى ان هناك صفقه سياسيه للافراج عن مبارك واعوانه؟ وهل ترى التصالح والتنازل عن دم الشهداء؟ انا وقتي خلص، انا قلت لحضرتك الكشف الحساب بس يعني معلش كده في دقيقتين سريعا ردا على كشف الحساب والجزئيه. عفوا للوقت انا المساله دي انا اللي جاوب عليها. حضرتك قلت الانجازات انا بقول لا شيء طبيعي يبقى ده المراد بتاعك بعد 30 سنه انجازات كباري. طب عشان وقتنا طبعا الاميه حضرتك قلت اللي انا كنت عايز اقوله. اتفضل. كم قول لي عدد المصابين بالفشل الكلوي ومرض الكبد والاوبئه اللي انا بقى خلاص عشان وقتنا يا جماعه للاسف مش هنلحق نرد على بعض. اللي موجود في امريكا زي ما بقول لحضرتك مش هنلحق نرد على بعض للاسف. انا بعتذر لكم جدا عشان وقت برنامجنا، انا قلتها في دقيقه جدا يعني دقيقه بالظبط عشان وقتنا لازم ننهي حالا، بس لقى الحق التعقيب على كشف الحساب ده سريعا عن مساوئ يعني انا زي ما بقول لحضرتك كده طبعا لا يوجد ولا احد يملك في مصر انه يبرم صفقه من هذا النوع ايا كان الشخص ده. تاني حاجة العفو ده طبعا احنا تحت دولة قانون، واحنا اللي هيقول عليه القانون هنمشيه تمام، انما العاطفة اللي هم بقى بيستنجدوا بيها دلوقتي عشان موضوع السن وحالته الصحية، رجع لأم ابنها اللي مات في الميدان ومبارك يمشي. هفضل هاني على الكلمه دي، رجع لام ابنها اللي مات في الميدان، وبعد كده نبدا نشوف ونفكر نتعاطف مع الرئيس السابق حسني مبارك ونوافق على العفو الصحي ليه ولا لا. انا بعتذر جدا وقت برنامجنا للاسف خلص، الموضوع ده يحتمل الجدال كتير انا عارف، ان شاء الله نوعدكم بلقاءات ثانيه نقدر نكمل فيها اجابه السؤال هل انت مع او ضد الافراج او العفو الصحي عند الرئيس السابق حسني مبارك ولا لا. بشكركم جدا اعزائي المشاهدين، تقبلوا تحياتي، احنا للاسف وقتنا داهمنا بسرعه، وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج ابيض واسود، قناه الحافظ، الابيض الاسود، حياديه ووضوح ومصارحه ولا نخشى في الحق لومة لائم. انتظرونا في حلقه جديده وابيض واسود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الحافظ هو الرحمن في قناة الحافظ القرآن. للإعلان على قناة الحافظ يرجى الاتصال على 0100 612 33 53 أو 011 211 0682. مطلوب وكلاء من جميع أنحاء العالم. شركة المؤمن الدولية للاستيراد، الوكيل الوحيد لشركة شانسونج العالمية، مهندس خالد سلام. بشرى سارة لكل مزارعين القصب وكل العصارات. النهاردة شركة المؤمن الدولية نزلت لنا كباش القصب شانسونج، الكباش اللي مستنيينه من زمان، كباش سامسونج. قشرة القصب شانسونج حاجة ولا في الأحلام، بتقشر لك من 2 طن في الساعة لحد 3 طن كمان، يعني هتوفر في الوقت والمجهود. كباش القصب شانسونج متانة حديد ومكسب أكيد. ولا الحوجة للعمالة طول ما أنا عندي سامسونج. سامسونج أنا سلطان زماني. وقطع الغيار في كل مكان وببلاش كمان. وكمان شانسونج بتعمل لك صيانة شهرية ببلاش وبتجيلك لحد عندك. مع شانسونج
دايما كسب